وأخيرا أول مكسب في التاريخ، وأخيرا صعدنا لدور ال 32. احتفالات وأجواء جميلة جدا جدا في ايجيبشن فان زون. تعال أخدكم في جولة لليوم التاريخي ده اللي هنفضل فاكرينه كتير جدا قدام. في أول اليوم كده ركبت للتجمع عشان أروح محطة المستثمرين، لأن محطة المستثمرين فيها مونوريل. المونوريل ده هو اللي هيدخلني منطقة الفان زون في العاصمة الإدارية. بصراحة المونوريل اللي شكله تحفة، وكنت بصراحة أول مرة أركبه، وانبهرت بصراحة من التنظيم اللي كان جوه المحطة من شركة تذكرتي ومن الأمن اللي كان موجود. منظر جميل كده وانت شايف الناس من فوق وشايف منظر جميل، مرعب شوية بس تجربة جميلة جدا وأنا اتبسطت فيه. المونوريل في اليوم ده كان شغال للمشجعين بس مخصوص، يعني كان موجود من محطة المستثمرين وبيفتح بس في المحطة اللي بتوصلنا للفان زون، ما بيفتحش في أي محطة تانية ولا بيقف في أي محطة تانية. بعد ما وصلنا للمحطة اللي هي بتاع ايجيبشن فان زون، خلاص يعتبر شايفين فان زون قدامنا. وبصراحة المنظر من بعيد شكله جميل جدا، أكبر شاشة في العالم انت شايفها قدامك. الواحد متحمس انه يروح هناك ويدخل علشان يشوف كمية الجمهور وكمية الناس اللي موجودة والفايبس اللي موجودة في المكان. بعد الطابور الطويل دخلنا لقينا كل الأعلام اللي موجودة. خدت وقت لحد ما لقيت علم مصر علشان اتصور معاه انا وبنتي ليونة الصغنونة. اجواء جميلة وباجواء حلوة، والناس موجودة كلها مبسوطة وكلها فرحانة بالفايبس اللي في المكان. هنا تقريبا بيقولوا ده تمثال صالح سليم، بس بصراحة معمول بطريقة جميلة جدا. صور اللعيبة ورا هنا ومكان تحفة. وفي ألعاب هنا كتير جدا، هي بصراحة صعبة بس تجربة لذيذة. مش بس موجودة أكبر شاشة في العالم هنا، لأ كمان المكان كبير جدا وواسع جدا. هنا وأنا بجرب حظي في الألعاب بس يعني كالعادة ما كسبتش. قلت أجرب لعبة تانية وحظ تاني، بس يعني برضو الألعاب صعبة يا جماعة، الألعاب صعبة الواحد يكسب فيها، أو هم عاملينها عشان محدش يكسب أصلا. إزاي وقفوا الكورة على الحاجات الصغيرة دي؟ يعني إزاي؟ اللعبة الوحيدة اللي كسبت فيها ما خدتش جايزة فيها، عشان قال لي لأ هنا مفيش هدايا. طبعا كل ما تمشي خطوتين في المكان بتلاقي قناة بتصور. هنا كنا بنصور مع قناة دي ام سي. وبعد كده هنا انا وليونة الصغنونة صورنا مع قناة الحياة. ليونة كانت بترقص وفرحانة بالاجواء جامد جدا، لان الاجواء ما كانتش تشجيع بس، ده كمان كان في نفس اليوم حفلة لفرقة جديدة اسمها ديسكو مصر، وكان الاجواء لذيذة جدا. الناس هنا كانت مستمتعة بالاغاني والاجواء الحماسية اللي موجودة على الشاشة او على اكبر شاشة في العالم. كانت مستنية الفرقة أو الحفلة تشتغل، وأنا هنا برضو أنا وليونة مش ساكتين عمالين نشجع ونقول مصر مصر مصر. الحفلة بتبتدي تشتغل بطريقة كوميدية شوية مع محمد أو مع محمد سعد الليمبي، بولوبيف بولوبيف وحركات كده وأجواء جميلة. وبعد كده دخلنا في الاستوديو التحليلي بتاع الماتش اللي حرفيا كان قاعد قدامنا على الستيج، يعني كلهم موجودين قدامنا وظاهرين في نفس الوقت على الشاشة الكبيرة، أكبر شاشة في العالم. بعد كده الماتش هيبتدي، وجت أحسن حاجة في الماتش النشيد الوطني وكلنا بنقول وراه. دي بلادي لك حبي وفؤادي. وتشجيع حار جدا بعد انتهاء النشيد الوطني، وخلاص بقى الماتش هيبتدي.
الناس كلها سكتت خالص أول ما جه فينا الهدف الأول، تحس إن هما يئسوا كده. بس أول ما جه الهدف الأول هتشوف انفجار حصل في المكان. وما أقولكش بقى على اللي حصل في الجون التاني، فرحة هستيرية. واحنا فرحانين جامد جدا ان 2-1 مش مصدقين اصلا نفسنا. فجأة ايه حصل؟ الهدف التالت. الفرحة ما كانتش ساعة الواحد بجد، الواحد كان مبسوط والدنيا كلها كانت فرحانة حواليه. وفعلا الماتش انتهى 3-1، وعملوا احتفالية بعد الماتش. حتى واحنا مروحين احتفالات في الشارع، واحتفالات في المونوريل، واحتفالات في كل مكان. اليوم كان جميل بجد، والأجواء كانت جميلة، وعملنا ذكريات هتبقى معانا لسنين كتير جدا قدام.